السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين قناة مصر وطن. يا رب حضراتكم تكونوا بخير. رسالة سريعة كده قلت أطلع بشخصي أوصلها لبعض الناس اللي هي شايفة إن حب للوطن ده له مقابل مادي أو دعم مادي، أو شايفين إن الكسب اللي أنا بكسبه من القناة مكسب غير مشروع، يعني دخل حرام في حرام. مبدئيا كده أنا قناتي مش بتحقق ربح. ثانيا أنا مش مجبر إن أنا أحب وطني بمقابل دعم مادي. ثالثا وده الأهم، إن الشاكلة بتاعة الناس دي اللي هم بياخدوا مقابل أو دعم مادي لتخريب الوطن، فهم فاكرين اللي بيحب الوطن إن بيكون ليه مقابل أو دعم مادي عشان يحب وطنه. بس أنا عايز أقول لك حبنا للوطن إحنا كمصريين وكشعب بسيط ده بيتولد معانا، وبيكون خوفنا على وطننا وحبنا لوطننا أكتر من خوفنا على أهالينا وعلى ولادنا. وعشان أزيدك كمان من الشعر بيت، الشخص اللي بيكلمك ده واحد من أصحاب معاشات تكافل وكرامة، يعني مش مرتاح ماديا. بس كل اللي أنا قلته ده ملوش علاقة بحبي للوطن. أنا راجل رب أسرة مكونة من 5 أفراد، 4 بنات وولد. الأربع بنات في مدارس، الولد عنده سنتين يعني، وشغال راجل أرزق على الله، راجل بسيط وأرزق على الله. بس بحمد ربنا والحمد لله على السراء والضراء. النهارده كده ان شاء الله، بكره ممكن يكون احسن. وبرضه ارجع اقول لحضرتك تاني، ده ملوش اي علاقه بحبي للوطن، وان انا بدعم بلدي وبحب قيادات بلدي. وانا شخصيا راضي باللي قسموه لربنا، يعني دي حياتي، ده نصيبي، ده رزقي، انا بحمد ربنا عليه والحمد لله رب العالمين. وده ما يمنعش خالص ان اكون فخور بانجازات بلدي، ان اكون فخور باللي بيحصل في بلدي، ان اكون فخور بالمشاريع اللي بتتطور في بلدي. فده بالنسبه لك انت، انا اعتقد يعني ان صعب انك ممكن تستوعب كلامي، صعب انك ممكن تستوعب كلامي، لان حبك للوطن مش محتاج لا دعم، ولا محتاج ماديات، ولا محتاج حد يصفق لك ليه والكلام ده خالص. ده زي ما قلت لك كده، ده شيء اتولد معانا. حبنا للوطن حاجه اتولدت معانا. وعشان ازيدك كمان من الشعر بيت، دي حياتي وده بيتي يا سيدي الفاضل. يعني بص كده، بيت يعني الحمد لله رب العالمين على كل حال. راجل بسيط عايش حياة بسيطة بحمد ربنا عليها، ربنا يزيدنا من نعيمه. والحمد لله على كل حال. وتحيا مصر، تحيا مصر.